حكم الألفي للمسيح، وأصحاب الفكر ده بيقولوا إيه وكنيستنا بتؤمن بإيه. أصحاب الفكر بتاع الحكم الألفي، الحكم الألفي المادي الحرفي عند إخواتنا في الكنائس البروتستانتية، بيقولوا كده إن السيد المسيح سوف يأتي إلى الأرض ويحكم 1000 سنة، وفي هذه السنوات 1000 يعم الرخاء والسلام على الأرض، فلا تكون حروب لدرجة أن الذئب سوف يرعى مع الحمل، وتتحول آلات الحروب كلها إلى آلات للزراعة والحصاد والعمل والتنمية. وده حسب نبوة ميخا. ميخا النبي في ميخا 4 قال إيه؟ ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه شعوب، وتسير كثيرة، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، من أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف قوية بعبيده. اللي جاي بقى، فيطبعون سيوفهم سككا. السيوف يحولها ايه؟ الى آلات زراعة، والرماح الى مناجل، ولا ترفع على سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم الرب الجنود تكلم، لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم الرب إلهنا للدهر الأبد. دي نبوة قالها ملاخي، ويقصد برضو زمن السلام. هتكلم عن السلام. هم بيفهموا الآيات دي بتاعت نبوة ميخا إنه ده كلام حرفي، إنه فعلا المسيح هيجي على الأرض يحكم 1000 سنة. مش بس كده، واستندوا أيضا على ما جاء في سفر رؤيا. يقول يوحنا الحبيب: ورأيت ملاكا نازلا من السماء، ومعه مفتاح الهوية وسلسلة عظيمة في يده، فقبض على التنين الحية القديمة إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة، وطرحه في الهوية، وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد، حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض. فكر الحكم الألفي بمعناها الحرفي المادي دي بدعة قديمة، مش مجرد في القرن 16 أو ما بعد ذلك. لا، اليهود المتنصرين، احنا قلنا قبل كده ان المسيحيين الأوائل في عصر الرسل لأمتهم من أصل وثني أو من أصل يهودي. المتعمدين المتنصرين من الأصل اليهودي عندهم الفكر إيه؟ فكر اليهودي إن المسيح هيجي ملك أرضي ويريحهم ويملكوا الأرض، فدخلوا المسيحية وعندهم هذا الفكر إن المسيح هيجي يحررهم من حكم الرومان ويعيد مملكة داود. عندهم الفكر، وتخيلوا المسيح سوف يأتي مرة أخرى ويملك على الأرض ملكا أرضيا حرفيا ل1000 سنة. الفكرة طبعا بالوقت انتهت، لأنه إيه؟ الأجيال بقى اللي اتولدت في المسيحية وتعلمت صح خدوا الفكر الصح إن الحكم الألفي ده إيه؟ ده أمر روحي وبدأ من الصليب. ولكن ظهرت هذه الفكرة مرة أخرى مع ظهور البروتستانت. مش كده بس، دي تعتبر عقيدة أساسية جدا عند الشهود يهوه والأدفانتست. يعني مش مجرد عقيدة لا، دي العقيدة الأولى عند شهود يهوه والأدفانتست موضوع الحكم إيه؟ الألفي. وحددوا كثيرا مواعيد لمجيء الرب لبداية الحكم الألفي، لكن طبعا ما طلعتش مظبوط.